ازيكم يا فنانين؟ معاكم مس رشا سليم من أكاديمية فاشن ديزاين. هنكون مع بعض دلوقتي في شرح الجزء الثاني من سلسلة الباترن الأساسي للكورساج المقفول. أتمنى الفكرة توصل بكل سهولة. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد من أكاديمية فاشن ديزاين. يلا بينا نبدأ. اول حاجه انا هعملها في رسم الباترون ان انا بنزل الثلاث ارقام دول اللي هم بتوع تقسيم الدورانات على اربعه، اللي هم ربع دوران الصدر، ربع دوران الوسط، ربع دوران الجنب. انا بنزلهم الاول. انا بنزل الارقام دي الاول. طب انا بنزلها ازاي؟ هو انا يا شوشو لما كنت بقيس الدورانات على الجسم بالمزوره، كنت بقيس الدوران بالمزوره بالعرض كده، ده دوران، ولا بقيسه بالطول كده؟ ما بنقيسه بالعرض. كنت بقيس الدورانات بالعرض. الماسورة بتلف حوالين الجسم. بتلف بالعرض عراضه كده حوالين الجسم، ما كانتش بتقيس بالطول. يبقى إذا أنا لما أجي أقيس الدورانات على الجسم بالعرض، هاجي أقيس الدورانات، هنزل الأرقام بتاعت ربع الدورانات على الباترون بالعرض. أوكي؟ ولما اجي انزل الاطوال بتاعتي، اللي انا كنت بقيس الاطوال بتاعتي كنت بقيسها بالمزوره بالطول، هاجي برضو انزل الاطوال بتاعتي على الباترون بالطول. انا متفقه معاكم اتفاق مهم جدا. اول حاجه ان انا لازم وانا بشتغل الباترون اكون واقفه عند الراس. يعني تخيلي ان الباترون كده، ده الجسم وده الباترون. انا مكان وقوفي بيكون عند الراس مش عند الديل. غلط ان انا اقف عند الديل. يعني انا وانا حاطه الباترون كده، انا واقفه عند منطقه الرقبه والكتف والابط، مش واقفه عند الديل بتاع الباترون. يبقى انا مكان وقوفي بيكون كده. اوكي؟ يبقى انا من الجهه اللي قدامي انا هشتغل منها حلقات الرقبه وخط الكتف وحلقه الابط. اتفقنا ان احنا لازم ننزل الثلاث ارقام دول. بنزلهم ازاي؟ بحط الواحد بتاع المزوره كده عند خط النص، بتجه بالمزوره يمين، بعلم على الثلاثه مره واحده علشان بس ما تعبش. انا معايا 24، معايا 22، معايا 19. هنا 24، هنا 22، هنا 19. تمام؟ اوكي. طيب انا معايا العلامه ديت، معايا العلامه دي، معايا العلامه دي، معايا اللي هي ال 24 دي بتاعت الجنب، هتكمل معايا للاخر. يبقى خط الجنب هيكمل معايا فين؟ للاخر خالص. ده اسمه ايه؟ ده اسمه خط الجنب، او نسميه ربع دوران الجنب. هو نفس خط الجنب، هو ربع دوران الجنب. معايا الخط الثاني اللي بعد منه اللي هو الصدر، انا هاخده بلون مختلف عشان يبقى واضح. معايا الصدر ومعايا الوسط، انا ما بكملهمش للاخر، انا بقيتهم تقريبا نص الباترون اللي عندي، او بالنظر ممكن شبرين بالنظر، مش عايزه اكتر من كده. يبقى بالنسبه للصدر والوسط انا مش هكملهم للاخر، انا هشتغلهم لحد نص الباترون كده او مسافه شبرين. الخط ده عندي اسمه خط ايه اللي بره؟ اسمه خط الصدر، خط الجنب، خط الجنب. الخط اللي بعده اسمه خط الصدر. الخط اللي بعده اسمه خط الوسط. الخطوط دي اللي هي عبارة عن ربع الدورانات، لأن أنا لسه هنزل للأطوال. طيب بالنسبة للأطوال، أنا عندي الأطوال اللي هتنزل معايا: طول الوسط، طول الكورساج على 2 اللي هو طول حلقة الإبط، طول حلقة الرقبة الأمامية، طول الكورساج على 5 اللي هو طول حلقة الرقبة الأمامية. الطول الكلي، الطول الكلي نازل معايا اصلا وانا بفصل الباترون. طيب بالنسبه لبقيه الاطوال، انا اول طول فيهم عندي اللي هو طول الوسط، انا هقيسه طوالي كده. يبقى انا هقيس طول الوسط طوالي كده. كده اطول شويه.
الوسط معايا 40، يبقى انا هقيس كده من اول فوق 40 لحد هنا، علمت ال 40. انا قست الخطوط، انا قست الاطوال بالطول وعلمت على خط الجنب وهاخده خط بالعرض. تمام. يبقى بالنسبه للاطوال انا قستها بالطول وخدتها خط بالعرض. الخط ده اسمه ايه؟ اسمه طول الوسط. ما تلخبطيش لان ده خط دوران الوسط، ربع دوران الوسط، انما ده خط طول الوسط. الطول اللي بعده اللي هو طول الكورساج على 2، طول حربة الإبط، بقيسه من أول البطن كده نازل، بس بقيسه على خط الصدر. بقيسه فين؟ بقيسه على خط الصدر وبعلمه بالعرض لحد ما يوصل للي قبل منه، والخط ده اسمه طول حربة الإبط. بيساوي إيه؟ بيساوي نص طول الكورساج. أوكي؟ يبقى أنا دلوقتي الدورانات أنا قستها بالعرض، أنا قست الدورانات بالعرض وأخدتها خطوط بالطول، وقست الأطوال بالطول كده، قست الأطوال كده بالطول وخدتها خطوط بالعرض. اتفقنا؟ تمام؟ فاضل معايا دلوقتي إيه؟ فاضل معايا إن أنا أنزل الرقم اللي هو ال5.5. ال5.5 لحد الآن أنا معرفش موقعه فين من الإعراب. مكانه فين على أرض البطن بتاعي الله أعلم. طيب أنا دلوقتي يا شوشو عايزة أسأل سؤال. لما كنت برسم البطلون بتاعي اللي هو الفستان الجميل بتاعنا، معايا حربة الرقبة كده، معايا الكتف، معايا حربة الإبط. حربة الرقبة زي ما كان لها طول وأنا قلت لك طولها بيبقى كام؟ هي مش لها وسع، لها اتساع. لها إيه؟ اتساع. لها اتساع. طيب الاتساع ده كام؟ ما قسناهوش. طيب الكتف بتاعي أنا ما قستوش، أنا ما قستش الكتف. الكتف بتاعي بادئ من أول هنا لحد هنا، أنا ما قستش الكتف. طيب حربة الإبط أو الجيرو بنزلها من أول فوق لحد هنا، ده طولها. طيب وسعها اللي هو الحبة اللي بتلف فيهم، الحبة دول ده وسعها كام؟ أنا ما قستوش. الكلام ده كله بيجيبوا الرقم ده مهم جدا جدا جدا، وده أنا بعتبر إن هو أهم رقم في البطن كله، لأن بيطلع معايا كل الحرادات وخط الكتف مظبوط، وبيطلع معايا الجزء اللي فوق مظبوط جدا. ال5.5 كانوا عبارة عن هم ربع دوران الصدر. مش المقاس ده عندي اللي هو ال 22 هو ربع دوران الصدر، وربع دوران الصدر ده لما انا قسمته على 4 اداني 5.5. لو انا بدأت قياس ال5.5 من الاول خالص، احنا قايلين ان اي حاجه، اي قياس تبع الدورانات بقيسه بالمجروره بالعرض. ال5.5 كمان هتتقاس بالمجروره بالعرض. اول 5.5 لحد هنا، اوكي. تاني 5.5 هتبقى هنا. تالت 5.5 هتبقى هنا. رابع 5.5 عندي هتبقى هي ال 22. اتفقنا؟ انا هعلم لك الاجزاء بتاعه ال5.5 بالاحمر عشان تكون نفس لون الخط. طيب اللي مش عايز يعمل الخطوه دي، هقول لك القياس بتاع ربع دوران الصدر اللي من هنا لهنا، قسمه لي بالنص وكل نص فيهم كمان بالنص. يعني اذا دي عندي 5.5 الاولى، وده المربع الاولاني، ودي ال5.5 الثانيه، وده المربع الثاني، ودي ال5.5 الثالثه، وده المربع الثالث، ودي ال5.5 الرابعه، وده المربع الرابع. وهتيجي يا شهد تساليني سؤال مهم جدا، هتقولي لي ان خط الوسط موجود فين؟ بين المربع، اخر المربع الرابع. هل ده هيعيق الشغل؟
هقولك ابدا، انا عندي الخطوط دي كلها خطوط وهميه ملهاش اي وجود في الواقع اصلا، انا عاملاها بس خطوط تعريفيه علشان لما اجي اشتغل الباترون بتاعي توضح لنا الشغل وتسهل عليا. بالظبط انا عندي الناس بتوع المساحه وبتوع الجغرافيا مقسمين الكره الارضيه لخطوط بالطول وخطوط بالطول ودوائر بالعرض. حد فينا في مره وهو ماشي لقى خط باين موجود على الارض؟ محدش شاف. حد فينا في مره وهو ماشي اتكعبل في خط الاستواء؟ ملوش وجود اصلا، مش موجود، مش متعلم، هو مجرد ان هو موجود خطوط للدراسه مش اكتر. بالظبط انا عندي الخطوط اللي انا عاملاها في الباترون دي علشان تسهل لي الامور مش اكتر. طيب انا عندي الاجزاء اللي فوق في الباترون من فوق اللي انا محتاجه لها مساحات ايه؟ وسع حردة الرقبه، وطول للكتف، ووسع الحردة في الإبط. اتفقنا؟ المربع الأولاني يا شوشو اللي هي ال5.5 الأولى قال لك أنا هبقى رقبة، أنا هبقى رقبة، خلاص أنا حددت مستقبلي واخترت إن أنا أكون الرقبة. يبقى أنت كده اتعلم لك إن آخر حدود الرقبة هي المربع الأول اللي هي 5.5 الأولى. طيب أنا اتفقت معاكي إن أنا هشتغل حردات الرقبة حاليا للخلف. حردة الرقبة الخلفية ثابتة لكل الناس 2 سم، يبقى ثابتة لكل الناس كام سنتي؟ 2 سم. اوكي؟ المفروض ان انا غلط ان انا اجيب من عند الاثنين ل5.5 بالمسطرة كده، هتطلع معايا في الاخر الحردة عاملة كده. اتفقنا؟ انا المفروض باخد الحردة دي بدوران. اوكي؟ باخد الحردة دي بدوران. طيب انا اجيبه ازاي؟ انا ممكن ايدي لو مش بتشتغل دورانات كويس مش هعرف. انا معايا المسطره دي مهمه جدا. المسطره دي بنش كيرف او مسطره المنحنيات او مسطره الكيرفات موجوده عندي. المفروض ان انا بلاقيها في مكاتب اللي جنب مدارس الثانوي الفني او في اي مكتبه كبيره. تمام، انا مش عايزه الطقم الكبير اللي هو بيجي بالمساطر والمثلثات والحاجات دي، مش عايزاه. انا محتاجه الصغنونه دي كويسه قوي قوي قوي، وهتساعدك جدا في عمل المنحنيات والكيرفات بكل سلاسه ومظبوطه جدا. تقسمي لي المسطره بتاعتي بحيث ان هي بالعرض وبالطول. بالعرض هتبقى النقطه اطول نقطه في الاستداره بتاعته، يبقى لو احنا قسمناه على الراضي كده وبالعرض هتبقى اطول نقطه في الاستداره بتاعته. طب لو احنا قسمناه بالطول محدش يقول لي ان انا الطول بتاعي هقسمه هنا، لا انا هقسمه بالطول بناء على الدوائر اللي موجوده عندي. انا عايزه هاخد دايرتين فوق ودايرتين تحت، يبقى انا هقسمه كده من اول هنا. يبقى دي التقسيمات اللي انا هعتمدها معايا في الشغل، بحيث ان انا يبقى عندي تقسيمه بالطول وتقسيمه بالعرض. اوكي، في عندي كيرفات بتتاخد بوش المسطره، وفي عندي كيرفات بتتاخد بظهر المسطره. اوكي، يبقى انا عندي في كيرفات بتتاخد بوش المسطره وفي كيرفات بتتاخد بظهر المسطره. حردات الرقبه بتتاخد بظهر المسطره. اوكي، اتفقنا؟ طب انا قسمت المسطره دي ازاي؟ انا قسمتها بالعرض وقسمتها بالطول، وهاخد كمان تقسيمه كمان عندي ما بين هنا، ما بين الدايرتين اللي في الاخر في النص ما بينهم انا خدت كمان علامه. اوكي، طيب وضع هيمشي ازاي؟ هحط العلامه ديت عند ال2 سم بتوع حردة الرقبه الخلفيه، وهمشي بالمسطره لحد ما اوصل لل5.5 الاولى، العلامه الاولى بتاعت ال5.5. يبقى انا في الحاله ديت عملت منحنى حردة الرقبه من اول ال2 سم لحد ال5.5 الاولى. بعد كده انا هنقل للي بعد الرقبه، الكتف عندي هيجي لي المربع الثاني والمربع الثالث هيتكاتفوا مع بعض، وهيقول لك احنا الاثنين هيبقى احنا هنعمل كده. يبقى الكتف بتاعي هنا عباره عن المربع الثاني زائد المربع الثالث. مش بس كده، الكتف طماع شويه،
هيسرق من المربع الرابع 2 سم ثابتين. يبقى هنا اخد كام سنتي من الرابع؟ 2 سم ثابت. يبقى الكتف بتاعي طوله كام؟ انا عندي هنا معلومه مهمه جدا انا عايزاكي تعرفيها. انا وصلت معاكي لنتيجه مهمه اللي هي طول الكتف. طول الكتف انا ما قستوش على الشخص، ولكن انا عندي قانون بيطلعهولي بيقول لي طول الكتف بيساوي 40 زائد 2 سم. يبقى ده قانون الكتف بتاعي. الكتف بيقول لي 40 زائد 2 سم. يعني من بعد الرقبه لحد ال 2 سم لو انا جيت اقيسه هلاقيه 5.5 زائد 5.5 زائد 2، يبقى طول الكتف بتاعي هنا يساوي 13. ال 13 بادئه من بعد الرقبه. بادئه منين؟ من بعد الرقبه. اوكي؟ طيب انا الكتف بتاعي هنا يا شوشو ما بيكونش خط مستقيم، الكتف بيكون فيه ميل. الكتف بيكون فيه ميل، تمام؟ يبقى الكتف بتاعي بيبقى مائل. الخط المائل ده بيكون كام سنتي؟ انا بنزل من عند نهايه الكتف، بنزل 3 سنتي ثابت. عرفتي الثوابت اللي عندنا؟ واعملي لي نجمه. اعملي لي نجمه. يبقى انت من بعد الرقبه حطيتي المازوره، قستي اتجاه اليمين، عشان كده قلت لك اتجاهي واتجاهك يكون واحد. قستي اتجاه اليمين اللي هو طول الكتف. بعد كده هتنزلي نزول الكتف. نزول الكتف معايا كان كده، كان كام سنتي؟ كان 3 سم وثابتين. هوصل النجمه اللي انا عملتها بتاعت ال 3 سم هوصلها بنهايه الرقبه. يبقى نهايه الكتف اتوصلت بمين؟ بنهايه الرقبه. نهايه الرقبه اتوصلت، نهايه الكتف اتوصلت بنهايه الرقبه، تمام؟ من عند نهايه الكتف من هنا هنزل بخط مستقيم يستوب لحد طول حلبة الإبط. يبقى هينزل معايا بخط مستقيم. مستقيم يعني كده، ما يكونش مائل جاي كده، ولا مائل لجوه، ولا مائل لبره، ولا مائل لجوه. الخط بتاعك نازل موازي لجميع الخطوط التانية. ظبطيه. يعني انت شايفه وضعيه المسطره موازي للخط ده وللخط ده وللخط ده، ما يكونش الميل بتاعه مش مظبوط. انا نزلت كده، الخط ده نزل لي من عند نهايه الكتف، نزلت من نهايه الكتف لحد، عملت ستوب فين؟ لحد نهايه حلبة الإبط، تمام؟ طيب حلبة الإبط هيكون نهايتها خط الصدر، ويا ريت تعملي لي عليه نجمه. هل حلبة الإبط بتوصل معايا للجنب؟ لا. النجمه اللي انا حطاها على خط الصدر بالظبط زي ما تكون اشاره محطوطه بتقول لي ستوب، لحد هنا وستوب، اوعي توصلي لبعد كده. اوكي؟ طيب حلبات الإبط بتتقاس بوش المسطره. هاخد العلامه اللي في النص دي واحطها عند النجمه اللي انا حطيتها، وهفضل احرك في المسطره لحد ما تعمل معايا تاتش مع الخط الاولاني اللي انا نزلت بيه بتاع الكتف. لمست بس. غلط ان هي تطلع عليه. لو طلعت عليه هتديني زاويه من هنا، هتديني من هنا زاويه. انا عايزاها يبقى فيها نعومه. نعومه ازاي؟ يعني انا لما حطيت هنا علامه نص المسطره عند النجمه هفضل احرك في المسطره لحد ما تلمس بس الخط المستقيم اللي نزلت بيه من عند الكتف. مجرد اول ما تعمل تاتش نعمل ستوب. انا مش هرسمها والف معاها، انا هرسم بس من اول هنا لحد ما المس الخط، شلت المسطره ستوب. يبقى انا عملت الحلبه. غالبا من باب العلم بالشيء حلبة الإبط التكنيك بتاعها بيبقى بدايته خط مستقيم، وفي التلت الأخير في كيرف أو دورة. أوكي؟ بعد كده إحنا هننقل على خط الجنب. طيب خط الجنب هيتاخد إزاي؟ من عند الصدر من هنا أنا هوصل بخط مستقيم لنقطة تقاطع خط الوسط مع طول الوسط. نقطة التقاطع بتاعتهم اللي هنا، يبقى دي نقطة التقاطع. هوصل خط الصدر بخط الوسط.
تمام؟ يبقى الجزء ده اتعمل بالمسطرة العادية. بعد كده أنا عندي من تحت الوسط وعلى خط الجنب أنا بقيس طول الجنب. طول الجنب ده، طول الجنب بيساوي إما 18 سنتي مع الأطوال المتوسطة، أو 20 سنتي مع الأطوال الطويلة، أو لو عايزة تريحي دماغك قيسي شبر. أنا شغلي طبيعي في العادة ما بيكونش الشبر والمقاسات اللي هي الغير دقيقة، بس ولنفرض إن حد عايز يريح دماغه هيجي من تحت الوسط كده وعلى خط الجنب هيقيس شبر وياخد علامة. تمام؟ أنا شبري 19. ممكن لو أنا عايزة أشتغل مظبوط، أنا الشبر بتاعي هنا أهو 19 سم. لو أنا عايزة أشتغل مظبوط أنا بقيسها 18. يبقى دايما تقيسيها إما 18 أو 20. يبقى أنا من تحت الوسط وعلى خط الجنب قست 18 سم. بعد كده هجيب الفرنش كيرف أحطه عند النقطة بتاعت الوسط، وهفضل أحرك فيها لحد ما تلمس تاتش النقطة دي، تلمس تاتش ستوب. حد يجي من هنا لحد هنا يجيبهولي بالمسطرة العادية غلط، لأن أنا الحتة دي بتاعت الجنب دائما بتبقى كيرفي عند معظم الناس، وما ينفعش إن أنا أضيق عليها وأشتغلها بالمسطرة العادية. يبقى لازم الجزئية اللي في الجنب دي أشتغلها بمسطرة المنحنيات علشان تديني كيرف. طيب أنا معظم الدكتورات التانية بيبقى في عندي حاجة في المنطقة دي. هل إحنا حد فينا لبس فستان أو دريس ولقاه جاي كده احنا بنتكلم على اللي على بعضه، يعني مش مفصول من الوسط، ولقاه داخل كده بالنص في هنا زاويه، ولا بيكون الدريس بتاعك او الفستان بتاعك واخد انحناءات، يعني يضيق ويوسع معاكي بانحناءات. طبعا الرسم عشوائي واي كلام. دلوقتي ده غلط، ان انا يكون عندي خط الجنب هنا فيه زاويه، هنا غلط. انا عندي خط الجنب بتاعي لازم يوسع ويضيق بانحناءات. اوكي، فانا ما ينفعش معايا هنا ان زاويه الوسط دي تكون زاويه، انا عايزه ابدلها براح. غالبا بيكون ده في البطانات الثانيه اسمه براح الوسط. طيب انا عايزه اعمله كده ما يبقاش، انا عايزه اضيع الزاويه دي. ينفع اضيعها بايدي؟ ينفع اضيعها بايدي، بس الافضل ان انا اضيعها بالمسطره. الاول خالص عشان اعمل المنحنى اللي تحت انا قسته بالمسطره ازاي كده. بعد كده من فضلك هتقلبي لي المسطره الاتجاه الثاني وتحطي لي نص المسطره عند نص البطن. يعني وسط المسطره ده اعتبري ان ده وسطها، ده وسط المسطره. وسط المسطره حطيه لي عند وسط البطن. كل المطلوب ان انا عايزاكي تلمسي لي الخط ده والخط ده تاتش. مجرد ما تعملي تاتش اعملي ستوب. انا هاجي كده ازق فيها لجوه، تلمس كده وتلمس كده، هتطلع لي براح الوسط مظبوط. طيب انا هنا عديت على الخط غلط، انا لازم المسه بس ووسط المسطره عند وسط البطن. مجرد ان انا لمست الخط ده ولمست الخط ده فقط لا غير. تمام ولا مش تمام؟ يبقى انا كده عمل معايا براح الوسط. شايفه الشويه دول انا ضيعتهم. اوكي، طيب البطن بتاعي اللي انا هشتغل عليه هيبقى الرقبه كده، الكتف كده، الابط اهوت، خط الجنب بتاعي انا همشي على اللي جوه ولا على اللي بره؟ خط الجنب نمشي بقى على جوه، هنضيع الزاويه. تمام. تمام، نزلت كده كملت الخط الجنب بتاعي. اخر خطوه باقيه معايا على البطلون. الديل بتاعي انا مش بسيبه كده بخط مستقيم. لو انا سبته بخط مستقيم هيجي الصدر من هنا
من النص يرفع معايا البطن، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الديل بتاعي هينزل بزاويه. يبقى انا في الحاله ديت بعمل ايه؟ من هنا من عند خط الجنب من هنا انا بطلع لفوق 2 سم ثابت، 2 سم ثابت كده لحد هنا. يبقى انا طلعتهم كام؟ 2 سم. وعايزه اخده بكيرف بسيط، هنا بس افك الدبوس ده، عايزه اخده بكيرف بسيط جدا. غلط ان انا اخده بدوران، انا هاخده بكيرف بسيط لحد ما اوصل لاول الديل، او اجيب الفرنش كيرف بتاعتي احط راسها عند ال 2 سم لحد ما تعمل تاتش مع الديل. اول ما تعمل تاتش مع الديل ستوب، ما تلففيش وبكده معاها. نكون خلصنا الجزء اللي انا التاني من اقصده البطن ان الأساسي الدوران اللي في للكورساج الديل معايا المقفول. اتاخد أتمنى بهدوء، تكونوا ما استفدتوا اتاخدش واستمتعتوا جامد مره بالشرح، واحده، ولو يعني عندكم أي يوصل معاكي سؤال لحد أو قدام لحد حابين النص. توضحوا حاجة اكتبوا تمام. لي في في الحاله التعليقات ديت وأنا هرد انا عليكم إن هقص شاء الله. البطن أشوفكم في دلوقتي الفيديو كده الجاي على يكون الجزء الاجزاء التالت بتاعته، والأخير من البطن وهنشوف الأساسي ايه للكورساج الوضع المقفول. بالظبط.